السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده يعتبر كارثة بالنسبة للتربية، لأن أغلبنا بيكسل إنه يرفع السقاية على طول. فبناتج عنه لو انتم ملاحظين كده هتلاقوا إن النشارة مالية السقاية، بل إن هي كمان سد الفتحة بتاعة المية، فالفراخ بتشرب بصعوبة جدا، فده بيأثر على الفراخ في موضوع الشرب. وكلنا عارفين احنا لازم لما نيجي نحط السقايه في العمر الاولاني بنحطها على غطا سقايه يكون مقلوب او على بلاطه، وبعد كده نبتدي نرفعها مثلا على عمر بقى مثلا اسبوع ولا حاجه، نحطها على قالب طوب، ارتفاع قالب طوب، بعد كده على قالبين. او في المختصر يعني، او في الحاجه السريعه، ان انا دايما بخلي حرف السقايه عند مستوى ظهر الطير، لان كده هي بقت مليانه زرق، فدي تبقى سبب في انتشار الامراض، بالاضافه ان هي كمان بقت يعني الفراخ ما بتشربش المعدل الطبيعي بتاعها، فده بيأثر عليه. فلازم يبقى عندنا موضوع الايه، الفحص الدوري للسقايات، ونرفع السقايات ديت من على الارض عشان خاطر ما نأثرش على الفراخ.